بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. فيديو جديد بالنسبة لإعادة التدوير، بس عندنا هنا حاجة جديدة. متجابة اللي هي كاجوال او حاجة زي الفراشة بس مقفولة بكم رجلين زي ما انتوا شايفين كده. دي 5 اشبار ونص، ده من تحت البط لتحت البط التاني، يعني حاجة كبيرة جدا. والكم كله متصل زي ما انتوا شايفين كده، فاحنا عايزينها بلوزة بكم منفصل ونظبطها على المقاس اللي احنا عايزينه. نسمي الله. وفي الاول كده بقول لكم ما تنسوناش بلايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد باذن الله، ونعلى مع بعض بيكم وليكم باذن الله في القناه عندي. تمام. نبتدي بقى هنا ان احنا نقلب البلوزه ونطبقها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده، ونفتح الزراير على اساس ان احنا عارفين الزراير بيبقى المرد بيبقى ازيد من الخلف بقيمه ال3 سنتي بتوع المرد. القماشة بتاعت البلوزة دي برش، بس البرش من اللي هو ايه، مش الكويس، يعني اللي هو بيبقى لو انت ايديكي فيها خربشة شوية كده، يعني في صبعك هتشبط فيها النسيج بتاع البرش ده، فده معناه ان هو مش كويس. تمام. فاحنا هنا بنطبقها على الربع، وبناخد مقاساتنا العادي، بناخد نص عرض الكتف، بناخده من زي ما انتوا شفتوا كده وانا مطبقاه من على الطرف خالص. تمام. وطبعا مش هننزل ل3 سم عشان هو ايه، كده كده الكتف مظبوط. احنا قسنا كده هو الطول بتاع الكتف كله من بعد الكتف اللي احنا قسناه. لقينا الباقي اكتر من 60 سم، اللي هو طول الدراع اكتر من 60 سم، فقلنا طب ايه كويس احنا نتحرك براحتنا. بننزل ال23 بتوع حردة الباط، وبناخد ربع دوران الصدر، ونحدد كده ونعمل بالخط العمودي من الكتف لحد خط الصدر، وبنعمله بدوران كده. بعد كده بناخد طول الوسط، عندنا هنا كان 43، وبناخد كمان بننزل 20 سنتي عشان صاحبته طولها كويس، وبناخد ربع دوران اكبر حجم ان هو ايه، كان 34، فاحنا زودناه بتاع ايه 2 سنتي كده، يبقى مبحبح معانا شوية احسن. تمام. واوصلها كده، انا ما عملتش تقسيمة من الصدر لحد الاكبر حجم، بس انا بعد ما بعمل خط بعمل تقسيمه بسيطه كده. هو الوسط عندها اقل من كده، بس انا لا، انا عايزه اسيبه في وسع شويه، فانا سايباه عاملاه دغري مع بتاع 2 سم بس كده تقسيمه. وبمد لحد الطول من تحت، من عندي دوران اكبر حجم لحد الطول من تحت على وسع بتاع 2 سم كمان عند الديل من تحت. بنعمل ال4 سنتي بتوع الخياطة الأساسية اللي أنا باخدهم في أي مقاس أنا بعمله كده. احنا رسمنا وبنعمل خط الكتف كده، زودناه 2 سنتي عشان ال3 سنتي بتوع المرد بنطلعهم بره، وبعد كده بنحسب ايه طول الكتف. تمام. انا هنا هو كان الكم عنده كم طويل وكم قصير، فانا باخد على بظبط من قدام الاول، وبعد كده بظبط القماشه كده زي ما قلت لكم القماشه بتلزق، وبظبط كده كده الاسوره انا هشيلها عشان في بتاع 10 سنتي تقريبا بيبقى زيادة عن الكم اللي احنا ايه قسناها زي ما قست قدامكم. تمام. فانا كده كده هقص الزيادة. انا بظبط من قدام كده عشان ده يا جماعة ده قص يعني ملوش علاج، وفي نفس الوقت الغلطة بفورة زي ما بيقولوا. فانا بظبط القماش على قد بعض كده هنا، وابتدي اقص من تحت خالص الطرف على المسافة بتاعت ال4 سنتي اللي انا واخداهم بتاعت ايه الخياطة، واقص بقيه البلوزه كلها بتاعتي. انا دلوقتي هنا هي دي معموله وانا بظبط فيها اعاده تدوير، ففي حاجات تعديلات انا هعملها، وفي تعديلات ما ينفعش ان انا اعملها. يعني بعمل كده حرة الجير اهو بفصله، فانا ال3 سنتي بتوع النزول من فوق اللي هو الامام على الخلف دي مشبوكه مع بعضها، فانا ما ينفعش ناخد ايه السنتي ونص من عند الكتف اللي احنا متعودين ناخدهم. وفي نفس الوقت حرة الرقبه معموله، يبقى ما فيش الا ايه بقى، هنا بفصل الخلف عن الامام اهو، الطبقتين اللي على الفوق خالص واللي تحت اللي هما الامام، بظبطهم على بعض كده، واروح اغوطهم شويه الامام عن الخلف زي ما انتوا شايفين. ده التعديل الوحيد اللي انا هعمله في البلوزه. تمام. كده خلصنا البلوزه، فانا باجي بقى الفرق الباقي الكمام دي
انا برضك ايه هظبطه كده وهقيسه، عشان برضك لاخر لحظه ان انا هقيسه. احنا كنا منزلين حردة الجيرو، بنزود على اللي انا نزلته 2 سنتي. تمام. واعمل حسابي كده واروح ايه بعد ما خدت مقاساتها اروح اقصاه. طبعا الدوران اللي احنا عاملينه دون مش هو ده اللي هيبقى اساسي، والاسوره دي انا هشيل منها، هقص منها زي ما قلت لكم، هو في 10 سنتي زياده عن الكم الاساسي، فانا هشيلهم لان ده كانت معموله رجلين، فالمطه بتاعتها جايه عكس في الكمام. فانا دلوقتي ما اقدرش اتحرك واعكس المطه، لكن لا اعرف اللي اعمل، اللي انا اقدر اعمله ان انا اقص من عند الاسوره واحط اسوره غيرها. دلوقتي انا بعمل حردة الكم زي ما انتوا شفتوا كده، وبقص الاسوره وبقص كمان 10 سنتي بتوع ايه بتوع الزياده الاساسيه اللي كانوا في الكم. وبعد كده هعمل اسوره تانية بس كبيره عن ايه عن الاسوره اللي انا خدتها. الاسوره دي تقريبا بتاع 5 سنتي، فانا هعمل اسوره 10 سنتي وهقص من الكم ذات نفسه بتاع 10 سنتي. يعني شوفوا المساله الحسابيه دي لازم تظبطوها قبل ما تقصوا ولا تعملوا اي حاجه. يعني مثلا لو كم 60 انا شلت الاسوره 5 سنتي يبقى 55، هشيل 10 يبقى كام؟ يبقى 55 يبقى 60 55 10 يبقى 45. هحط اسوره عريضه اهي في حدود 15 سنتي، يبقى كده 60 سنتي بتوع ايه بتوع الكم زي ما هما، ما عملناش فيها اي حاجه، عوضناها بالزيادات اللي احنا قصيناها من البلوزه زي ما انتم شايفين كده. هنا بقى ان الكمام هنا في خياطه من فوق اللي هي زي كانت في البلوزه من فوق الكتف لحد الكمام. انا قلت بقى هعمل الاسوره برضو خياطه من فوق اكنها كماله الكم زي ما انتوا شايفين كده. انا كده خلصت حاجه ابسط من البساطه زي ما انتوا شايفين، وانا كده هعمل من تحت دوران للايه للديل بس في الاخر. هنبتدي بقى ايه نروح على المكنه ونخيط اول حاجه الاسوره. عايزه اقول لكم التعديلات في اعاده التدوير دي مفيش اسهل منها، بس اللي فاهم في الموضوع هيبقى الموضوع ده سهل عليه قوي. تمام. انا دلوقتي خيطت الخياطه اللي هي هتبقى من فوق اللي هي كماله الكتف من فوق، خيطت كده الاسورتين وكل واحده لوحدها كده. هروح انا ايه هتسهل عليا بقى الخياطه بتاعه الكتف اللي هي جايه من فوق الكتف دي اللي هتبقى عند الخياطه النص بتاعه ايه الاسوره، واجي اعملها الزق الاتنين مع بعض كده، ومن البدايه اروح خيطهم والزقهم في بعض. تمام. هنا بقى لو تلاحظوا الاسوره اللي فوق دي بتمط، اللي تحت ما بتمطش، فالمفروض ان انا احطها على العكس. انا ريحت القماش، قلت بدل ما اعيد تاني ريحت القماش معايا كده بقت ماشيه بالراحه عشان اخيط. انما الكم التاني هعمله اهو. بصوا دلوقتي الاسوره اهي هتبقى بالمنظر ده. انا هقفلها بس الاول قبل ما اوريكم الكم التاني، هقفلها كده نص مش الكم كامل، عشان انا الكم ده انا بحب ايه ان انا اركبه على المفتوح. اجي بقى هنا انا احط النص على النص بتاع الكم بس هخلي الاسوره هي اللي من تحت والكم هو اللي من فوق، عشان الاسوره بتمط لكن الكم بيبقى مط لتحت عكس المطه بتاعت الاسوره، فلازم اعمله زي ما انتوا شايفين كده. تمام. يا رب شرحي بس يكون وافي ويقدر يوصل لكم المعلومه بسهوله. تمام. انا دلوقتي برضو بقفل الكم من الجناب جزء بسيط بس مش كله، واهو اسوي بس الخيط لغايه نص كده عشان اركبه على المفتوح كده. بقى بعد كده هنعمل ايه الكمام بقى، اجي افتح الكم بتاع البلوزه الكتف والزق الخياطه مع الخياطه وابتدي اخيط كم. عايزه اقول لكم يعني دي من اسهل تعديل البلوزات، يعني مش محتاجة فيديو كمان، بس انا قلت برضك اوريكم عشان في ناس بتبقى مثلا في سيل او في الحاجة بيبقى نازل عليها عروض او حاجة زي كده، فبتشتريها وتقولك اظبطها بعد كده، فقبل ما بتوديها لحد والكلام ده. وهي بسيطة جدا، ممكن تعملها وهي في البيت، مش محتاجة افتكاسات ولا تركاية ولا اي حاجة. تمام. انا كده بركب الكم اهو هو كمان القماشه فيها نسبه لكرة فهتريحني وانا بخيطها في الكمام. والكم التاني برضو هخيطه زي الاولاني، وبعدين هنا اكمل قفله الكم اللي هي من تحت الباط لحد الديل من تحت. انا طبعا لا هعمل لياقه ولا هعمل اي حاجه خالص، يا دوبك ان انا هخيط الجناب
والديل من تحت هعمله دوران بسيط قوي. انا لو تلاحظوا انا فيديوهاتي كلها سهله، وكلها بجيب لكم حاجات بسيطه عشان الستات اللي هي بتبقى قاعده في البيت، اللي هي مش محتاجه ان هي تروح اي مكان تتعلم فيه خياطه، تقدر تستفيد. وبصراحه لما حد بيجي لي في المحل يقول لي عايزين نعلمينا او حاجه زي كده، اقول له او نروح فين، قولوا لنا على مكان، اقول لهم يا جماعه اليوتيوب عندكم كفيل ان يعلم اي حد. وبقول لهم على قنوات تانية وقناتي من ضمن، يعني مش هقول لهم على قناتي انا بس، لا والله انا بقول لهم على قنوات كتير، وقناتي اخر قناة بقول لهم عليهم ان هم يقدروا ايه يعني يتعلموا منها. يعني ربنا يجعلني في ميزان حسناتنا واقدر ان انا يعني ايه اوصل رسالة طالما انا حاجة حباها. وبصراحة يعني ايه انا بقول لكم حطوا سبسكرايب ومش عارفة ايه، بس انا عارفة ان الحاجة مش قد كده المشاهدات، فانا بعملها لوجه الله ونعم بالله. دلوقتي البلوزة هي خلصت، وادي الكمامة اهو، وادي حردة الكم اهي من فوق الكتاف، وادي الاسوره هي كبيره وحلوه وجميله. ايه رايكم؟ حاجه تحفه وحاجه بسيطه، وان شاء الله تعجب صاحبتها وهتقيسها تبقى مظبوطه عليها. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية جديده وتصليحات لحد ما ربنا ما يأذن بالتفصيل، واجيب لكم حاجات تفصيل جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.